واحده بقى قررت يا دكتور ان هي تجود وتحط التاتش بتاعها. جت ست البنات قالت لك انا هستخدم بقى ايه مع مثلا اللي هو الغسول او مع اللي هو كريم التقشير او الحاجات دي ادوات. من ضمن الادوات دي في زي سبونجه كده سيليكون بتبقى فيها بزبيب صغيره كده صغننه كده، وفي واحده تانية عباره عن سبونج اللي بيشيلوا بيها الميك اب، يقعدوا يفركوا ويشيل بيها الميك اب. وفي ايام جدتي انا كنت بشوف جدتي حاطه حته ليف اللي هو العادي اللي بيتزرع ده، حاجه كده ارخص حاجه الدكتور قال بس كانت بشرتها كانت حلوه وجميله. في حاجات اللي هي الادوات دي. جدتك ما كانتش بتخرج كتير، لا ما كانتش بتخرج. انما دلوقتي انت بتخرجي بتيجي تشتغلي، احنا ما بقيناش بنروح كتير. هي العكس. انا اقول لك اول حاجه بيفتح لها الباب، هقول لكم النكته دي بعد كده. اللي هي المهم بتتجرح ال 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 البشره قوي. في سيليكون وسبونجات وفي الحاجات دي بقى. الحاجات دي اهم حاجه فيها ممنوعه خالص. نفرك بايه؟ ما هو اصل انتوا في اعتقاد ان في حاجه بتتشال، لا ابدا. أيوه. اللي بيتشال ده على فكره الكيراتين، طبقه من الجلد، ولو فتحت شويه هتغمق جامد جدا جدا بعد شويه. ما بنقفلهاش، تفضل مفتوحه. والمسام الواسعه اهم. لو في مسام واسعه بقينا نعمل لها حاجتين. بناخد لها ايفرزين، ما حدش ينسى ايفرزين، مش هننساه، بتاع كورونا بتاع الكورونا. كنا بناخد بالاربع اقراص في كل اسبوع. أيوه. انما الايفرزين ده بنفس الجرعه تلاقي المسام ابتدت تضيق، هو والبور ريفاينر. يعني ما تستخدمش اي ادوات في وشها ولا الرولر دي اللي هي لا، ما انا ديت مضرها برضو وحش. يعني ايه مضرها وحشه؟ هتلاقيها كلها ابتدت تسيب حفر، لان هنا في حاجه اسمها ايه تحت الجلد؟ بارير يعني ايه؟ حاجز. البارير ده لما يحصل له رابتشر او يتكسر او يتقطع الدنيا بتبقى صعبه قوي. ده اللي فيه الكولاجين. الكولاجين تحتيها بشويه. البارير ده هو اللي قليل في الناس بتوع اللي جلدهم جاف قوي، وهم دول بتوع الاكزيما التأتبية. هتلاقوا البارير بتاعهم مش موجود، وده اللي احنا بقينا بنعمل بارير كوريكشن. يعني حاجه اسمها مش عايز او نرجعه تاني سيرامايد كونتيننج. في بقى من الترطيب الجديد في سيرامايد كونتيننج. فعشان كده اليوسرين والاتوديرم اللي هي بي او زنك والكلام ده هيرجع تاني نضاره الوش. ده هيعمل حاجه احلى، هيقلل استخدام اي كريمات تانية. تمام. حلو جدا.